الوقاية المدنية رفعت درجة التأهب، والسلطات غلقت بعض الأسواق، والدراسة توقفت عدد من المدن. وزارة الداخلية كتدعو المواطنين لتأجيل السفر. تسونامي في المغرب، تسونامي وزلازل وأمطار غزيرة أكثر من محافظة مغربية حتى تغرق الفترة المقبلة في 2026. كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن اش واقع؟ هاد الأيام كيعرف المغرب حالة استنفار كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث متوقع تنزل تساقطات مطرية قوية في عدة مناطق. السلطات دارت الإجراءات احترازية وكتنبه المواطنين ياخذوا الحيطة والحذر، وخبراء الأرصاد في العالم كيتوقعوا هطول الأمطار بشكل متكرر هذه السنة في المغرب مقارنة بالسنوات الماضية. من سنة 2010 إلى سنة 2017 كان المغرب كيعيش ذروة ديال الأمطار اللي كانت شبه يومية، لكن من سنة 2018 حتى 2025 عاش المغرب فترة صعيبة ديال الجفاف وقلة التساقطات المطرية حتى نشفوا السدود. وإلا رجعنا للفترة ما بين 2010 حتى 2017 غادي نلقاو 7 سنوات، وإلا رجعنا أيضا للفترة من 2018 حتى 2025 غادي نلقاو أيضا 7 سنوات. وهنا سبحان الله تنطبق الآية الكريمة: 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، التي فسرها النبي يوسف عليه السلام على أنها 7 سنوات من الخير والرخاء، تليها 7 سنوات من القحط والجفاف الشديد، ثم يأتي عام من الخير. فنحن في سنة 2026 أمام عام الخير، نتمنى ذلك بلا شك، خصوصا وأننا مقبلون على الانتخابات اللي كنتمنى تفوز بها حكومة خير تصلح ما أفسدته هذه الحكومة، لأنها فعلا عانينا معها في هذه 7 سنوات من أمطار لا تهطل وحكومة لا تشتغل، حكومة تبني مخططاتها على الشتاء. ها هي الأمطار نزلات وها هي الشتاء جات، فماذا أنتم إذن فاعلون؟ اللي بغيت نقول على أنه اليوم وحنا كنتكلموا ونرجع باش يكون تنسيق ما بين البداية والنهاية، كنقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا. علاش؟ لأنه اليوم كيطلع علينا بزاف ديال الناس وكيتكلموا في مجموعة من الأمور التي تفزع واللي كتخلع في الحقيقة وكتخيف. والحقيقة على أنه المطلوب اليوم هو ننشر قيم التسامح، وننشر قيم الخير، وننشر قيم يعني أنه بشروا ولا تنفروا. اليوم خاصنا ننشروا هذا الشيء داخل المجتمع، ماشي نخوفوا الناس من ما سيقع، لأن ما سيقع يعلمه الله. نؤمن بالعلم، نؤمن بالتوقعات المبنية على علوم حق وصحيحية، ولو أنها كتبقى نسبية، ولكن ماشي غير اللي شد ميكرو ولا شد تليفون يبقى يقول لنا غادي يوقع وغادي يوقع وغادي يوقع في المغرب وغادي يوقع. نقولوا له يا خويا سير اخويا بعد منا واعطينا اتساع وخلينا بخير وعلى خير. ما سيقع يعلمه الله، لا يعلم الغيب الا الله، لان هذا الشيء كثير بزاف والتنبؤات كثرت والناس ولات تثير هذا الشيء. هذا الكلام هذا راه يشكل جريمه، لانه يثير الفزع والهلع بين الناس ويثير ايضا الخوف. وخاص بحال هذا الكلام والتوقعات اللي كيقولها بعض الناس اللي كيقلبوا البوز واللي يقلبوا العدد من المشاهدات واللي ولاو كيفهموا للاسف الشديد في مجموعه من الامور، كنقول لهم كفى، ابتعدوا عنا واتركونا نعيش بسلام، واللي غادي يوقع يعلمه الله. ومرحبا باللي جاب الله، ومرحبا أيضا بالعلم المبني على توقعات حقيقية اللي الله تبارك وتعالى يزكيها في القرآن الكريم. بغيت نرجع ونقول على أنه هاي الأمطار جات ونحن نعيش موسما الحمد لله جميل جدا تساقطت فيه الأمطار منذ مدة لم نراها. استبشر الفلاحون الخير، استبشرت يعني الناس كلها الحمد لله فرحانة، الناس كلها بخير وعلى خير. لماذا؟ لأنه ما عبرناش هذه الأمطار منذ سنوات طويلة. الحكومة طبعا في ظل هذه التساقطات المطرية التي وقعت في آسفي ومن بعد آسفي، اليوم كنعيشوا أمطار فقادير في مجموعة من المدن المغربية وهي عامة، ولكن بالضبط هناك نشرات إنذارية حذرت ما سيقع في أكادير ولا في تارودانت ولا في النواحي لا قدر الله. ولكن كنظن على أن وزارة الداخلية تاخذت مجموعة من الاحتياطات ديالها ودارت واحد العملية استباقية حتى لا يقع ما وقع في آسفي لا قدر الله. كنقول وكنأكد على أنه اليوم ونحن نعيش هذه الأجواء ديال الفرحة ومقبلون ودخلنا في 2026 اللي بالمناسبة نتمنى تكون سنة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى بلدنا وعلى ملكنا. نتمنىها تكون سنة الخير، ولا بغينا تكون سنة الخير فالله تبارك وتعالى راه ما كيبغيش التواكل.
يبغي التوكل على الله، ولكن ايضا العمل الا بغينا تكون سنه الخير ونفترقوا مع هذه الحكومه التي تبني انجازاتها على الشتاء، ونقولوا لها الشتاء هي جات، ورئيس الحكومه قال بنفسه على انه ربط البطاله وسوق الشغل مع الشتاء. كنقول له الشتاء هي طاحت. الشتاء هي طاحت يعني ماذا؟ يعني ان خاصك ترفع لنا من نسبه التشغيل داخل المجتمع. الشتاء هي طاحت يعني الخضراء بجميع انواعها خاصه تنقص، يعني اللحم خاص ينقص، يعني الحوت خاص ينقص، يعني مجموعه من الامور ومجموعه من الخضر ومجموعه من الفواكه التي اصبحت يعني صعبه جدا الاقتناء بالنسبه للمغاربه ذوي الدخل المتوسط، ومن اللي ما عنده دخل كان الله في عونهم، او الدخل البسيط. اليوم مع هذا الشتاء المفروض على ان هذه الخضر وهذه الفواكه والاسماك واللحوم والدجاج وغيرها اللي عانينا مع ارتفاع الاسعار خاصه تنقص. ونزيدك ايضا ونقول لك السيد رئيس الحكومه راه حتى الاثمان المحروقات في العالم نقصت، ولكن حنا راه كتنقص عندنا غير بسنتيم وكتزيد عندنا بجوج دراهم 3 دراهم اليوم، حتى هي خاصها تنقص. وهذه السنوات الطويله اللي عشنا مع الارتفاع الصاروخي في الاسعار ديال المحروقات راه اليوم خاصها توصل 7 دراهم على الاقل، اللي كانت في سنوات معينه وكان البعض ينتقدها بشده، والنهار اللي وصلت ل 14 درهم 15 درهم 16 درهم كل شيء التزم الصمت. فإلا ما بغينا نلتزموا الصمت ولا بغينا هذا الشيء نتكلموا عليه ولا بغينا هذا الشيء ننتقدوه فخاصنا نغيروا. ولا بغينا نغيروا راه ما يمكنش التغيير يطيح من السماء. السماء راه كيطيح منها غاد الامطار ديال الخير اللي كيجيبها الله، ولكن التغيير راه كينبع من الارض يخرج من عندنا حنا. ولا بغينا نغيروا ما يقع اليوم وما تسمي هذه الحكومه الانجازات وحنا كنسموه اخفاقات حقيقيه، ولا بغينا نعطوها لها في ارتفاع معدل البطاله، في الهدر المدرسي، في النزوح الجماعي لمجموعه من الفلاحين من القرى الى البوادي، في مجموعه من الامور، في العجز في الميزان التجاري، في الهدر المدرسي اللي تكلمنا عليه، ولا التعليم كان مجاني ولا التعليم بالفلوس داخل الجامعات العموميه. مجموع مدارس الرياده ليست رياده بل هي مدارس انتكاسه، وان كان يتم التسويق لها من وزير التربيه الوطنيه وكاننا في سويسرا ولا فنلندا، ولكن الواقع لا يرتفع. كل هذه الانجازات اللي يتكلم عليها رئيس الحكومه في ارض الواقع كذبها، في ارض الواقع غير موجوده، ولكن موجوده في مخيلتهم. وكنقولها وكنأكدها على انه اليوم كل ما يقع في هذا الوضع اللي نحن كنعيشوه، الحكومه كفاعل مركزي وفاعل اساسي غائبه عن المشهد السياسي. فإلا بغينا هذا 2026 وهي سنه انتخابيه بامتياز، هي سنه سياسيه بامتياز، فراه خاصنا حنا المواطنين نتحركوا، خاصنا حنا المواطنين نفهموا اش بغينا بالضبط. كنعيشوا واحد الفرح جماعي، فرح بالشتاء والفرح بالكان، يعني المباريات ديال كاس الامم الافريقيه اللي كنتمناوها تبقى في المغرب، وعلى الاقل تعوضنا الانتكاسات التي تقع في السياسه وتساهم يعني في رفع الروح المعنويه اللي ارتفعت الان مع هذه الشتاء هذه، اللي نتمناو على انها تكون مطر خير وبركه بدون خسائر لا بشريه ولا ماديه. الا بغينا هذا الشيء كله ويكون الفرح جماعي ويكون الفرح حقيقي، فراه خاص رئيس الحكومه والحكومه ديالنا تمشي تزور الجبال وتزور المناطق التي تعيش عزله بسبب الثلوج. وحتى اللي كيبغي يتزحلق في الثلج راه كاين الثلج في مجموعه من القرى والبوادي المغربيه المنسيه التي ذكرتنا بها الطبيعه. وكنظن على ان الطبيعه والامطار خير فاضح للفساد في هذا البلد، خير فاضح للفساد مع هذه الحكومه، خير فاضح للفساد في البنيات التحتيه اللي ما كتتحرك الا عندما تقترب الانتخابات، خير فاضح للفساد على مدار سنوات طويله اللي سلمنا فيها مفاتيح التسيير الى بعض الاشخاص لا سامحهم الله، اللي تقلوا مجموعه من المناصب الانتدابيه والانتخابيه عبر مجموعه من القرى والجهات والبوادي والمدن، وما داروا حتى شي حاجه، وخلاونا 20 ملم ولا 30 ملم تغرق لنا شوارعنا وتحولها الى يعني ما نعرف الى بحار متحركه والى انهار متحركه، في حين في بعض الدول تصل الامطار الى 300 حتى 200 ملم، ولكن ما كاين حتى ما كتكون حتى شي من هذه الامور ما كتبان، من هذه الامور اللي كتبان عندنا حنا. خاصنا نحيدوا من دماغنا
هذا الشيء اللي كي يوقع في داخل الانتخابات، وكل ما تقترب الانتخابات نمدوا ايدينا. اي احنا عارفين على انه عندنا مستوى ديال الفقر كبير جدا، عندنا مستوى ايضا ديال الاميه منتشر جدا، ولكن هذا ليس مبررا لنسلم مقاليد الحكومه الى مثل هذه الحكومه، ولا مثل رئيس الحكومه الذي كنقوله وكنأكد زاوج بين المال والسلطه، وزاوجت حكومته بين مجموعه من المصالح المتضاربه والمتنازعه. غريب جدا ما وقع في هذه السنوات على مدار 5 أو 6 سنوات. احنا كنعيشوا فيها مصالح تمشي هنا ومصالح تجي هنا، كنعيشوا فيها برلمان ميت لا يغير ولا يتغير، برلمان همه الوحيد هو التصويت على هذا الإسهال الكبير في القوانين التي تأتي بها الحكومة، ولا تجد لها معارضا داخل الأغلبية، حتى ولو كانت هذه القوانين تخدم مصالح فئة معينة أو فئة قليلة داخل الحكومة. كل هذه الأمور هذه كتعطينا مجالس ضعيفة، كتعطينا رئيس حكومة بهذا الشكل هذا، كتعطينا حكومة بهذا الشكل هذا اللي لا تفرزها صناديق الانتخابات. للأسف جلها جاء من خارج صناديق الانتخابات. لا أتحدث عن الذين يعتبرون في وزارات سيادية وأبانوا عن علو كعب في العديد من المجالات، ولكن أتحدث عن بعض الوزراء المنتمين أو الذين سبغوا بلون حزب معين وطاحوا على هذه الحكومة، وهم لا حتى إذا التقاهم المغاربة في الشارع والله لا يعرفونهم. من العيب والعار أن يكون عندك مسؤول حكومي وزير أو وزيرة وتلاقاها في الشارع ولا تلاقاها في مكان خاص وما تعرفها، راه من العيب والعار. السياسي خاص يكون معروف، السياسي خاص يكون عنده تاريخ، السياسي خاص يكون ضرب الصباط، السياسي خاص يكون عاش مع المواطنين وعرف مشاكل المواطنين وعرف تطلعات المواطنين، ولا يسرق أحلام المواطنين. للأسف الشديد نحن كنسرقوا الأحلام ديال المواطنين، كنسرقوا بزاف ديال الحوايج. ملي كنتكلم على البرلمان وكنتكلم على المجالس راه ما كيخليني ننسى على أنه أيضا نحتاج إلى إعلام قوي جدا، نحتاج إلى إعلام مستقل يفضح في حدود الاحترام الواجب ويعري وينتقد. مع هذه الحكومة جزء من الإعلام الكبير صامت. لماذا صامت؟ لأن المقاولة والإشهار دخل إلى الإعلام كما دخل إلى النقابات التعليمية وإلى النقابات ديال الشغيلة وإلى مجموعة من المجالات اللي المفروض هذه المؤسسات تلعب دور الوسيط بين الدولة والمواطن. هرسوها وضعفوها، ضعفت هذه الحكومة، ضعف رئيس الحكومة بهذه الأموال. والذين يقولون على أن رئيس الحكومة قام ب100 زيارة لمجموعة من المدن والقرى واستعرض إنجازاته، كنقول له بكل بساطة لأنه يملك المال وسهل جدا أنك تشتري زبائن وأنك تؤجر زبائن، لأنه إذا صح القول على أن هناك واحد دي شابيطو اللي كيتكراو إما خاوين وإما عامرين فمن السهل جدا أنك تجيب 1000 ديال الناس ولا 2000 ديال الناس يأكلوا ويشربوا ويشدوا 200 درهم ولا 300 درهم ويصفقون ولا يدركون لماذا يصفقون. المهم عندهم هما أنك تعمر وتبين لمن تريد أن تظهر على أنه راه عندك ناس وعندك أتباع وعندك كذا وعندك كذا. الأحزاب الحقيقية اللي كي عندها مناضلين ثابتين وليسوا أتباع، الأحزاب الحقيقية اللي كي عندها مناضلين صحاح وليسوا زبائن. اليوم هي الحكومة نحن بروسنا حولتنا إلى زبائن، نشتري كل شيء من عندهم ونشتري كل شيء من رئيس الحكومة ولا من الوزراء اللي عنده اللي مسيطرين على مفاصل الاقتصاد والمفاصل ديال الصناعة والمفاصل ديال التعليم الخصوصي والمفاصل ديال الصحة الخصوصية ومجموعة من الميادين، حتى تحولنا إلى زبائن ولسنا مواطنين عند هذه الحكومة. فإذا بغينا نغيره كنقوله وكنأكدها نحتاج إلى إعلام قوي، ونحتاج أيضا إلى سينما قوية، نحتاج إلى توجه يعني في الفكر وفي الثقافة قوي جدا ينتقد ولا يهادن هذه الحكومة. وبالمناسبة اللي كنتكلموا على السينما ولا كنتكلموا على الإعلام ولا كنتكلموا على بزاف ديال الحوايج داخل المجتمع، كنشوفوا على أنه اللي مع الحكومة واللي كيشكر الحكومة
كاين كيتعطى له الاشهار وكيتعطى له الدعم وكيتعطى له كل شيء، ولكن اللي كنتكلموا على الفنانين المحترمين، كنتكلموا على بعض مجموعه من السينمائيين اللي كيديروا مجهود ذاتي، راه مساكين ما كيعطوهم حتى شي حاجه. لماذا؟ لانهم غير خاضعين، ما بغاوش يخضعوا للحكومه ولا الرئيس الحكومه ولا التوجهات العامه لحزب معين داخل هذا البلد الذي يقود الحكومه. فمن العيب والعار انه اليوم يكون عندنا فنانين محترمين ما يشاركوش باغاني وطنيه وما نشجعوهم، يكون عندنا فنانين محترمين كيديروا افلام تجسد الواقع وما نتكلموش عليهم. من العيب والعار انه عندنا اعلاميين مستقلين ولكن للاسف ما ظاهرين. اليوم اللي ظاهر هو الاعلام الذي يطبل، الاعلام الذي يصفق، وحتى السياسيين البعض منه اصبح مصفقا للاسف الشديد. يصفق لماذا؟ لا ادري. انا كنقول لكم وكنوجهكم، اللي بغى يصفق للوطن ديالو، اللي بغى يصفق للبلاد ديالو، اللي بغى يصفق للمؤسسات ديالو، وفوق هذا وذاك اللي بغى يصفق للملك ديالو ويصفق للمصالح الاستراتيجيه للبلاد ديالو، لان كل هؤلاء الذين نتحدث عنهم عابرون ولكن الوطن باقي، الملكيه باقيه، غير ذلك هو زائل. وبالمناسبه قبل ما نختم ننصحكم تفرجوا، لاني عارف انه اغلبكم ما غاديش يشوف ولا ما عندوش فكره، يتفرج في الفيلم الاخير للفنان سعيد الناصري الذي جسد واقعا يسرق احلام العديد من المواطنين بامكانيات بسيطه بدون ضجيج وبدون اي حاجه. انا كنشجع اي فنان، كنشجع اي واحد ملتزم بقضايا الناس وبقضايا المواطنين، اي واحد كيبغي البلاد ديالو بالحقيقه، كيبغي البلاد ديالو على مدار سنوات كلها، ماشي كيبغيها في فتره معينه، ماشي كيلبس التوني في فتره معينه، ماشي كيهز الرايه في فتره معينه، ماشي غير عنده مصلحه ويقول لك انا وطني. الوطنيه لا تباع ولا تشترى ولا تقاس الا في الدماء التي تتحرك على مدار 24 ساعه. الوطنيه اللي كيبغي البلاد ديالو ما كيتسناش منها مصالح، ما كيتسناش منها مناصب، ما كيتسناش منها مقابل، كيبغيها لله وغادي يبقى يبغيها لله حتى يلقى وجه الله. غير ذلك انا كنعتبره نوع من النفاق، نوع من الديماغوجيه، نوع من بيع الدمم، نوع من التقرب، نوع من الولاء لمجموعه من المسؤولين اللي هما غادي يمشوا ولكن غادي يبقى الوطن ثابت. امنوا بالوطن، امنوا بالملكيه ديالكم، حاولوا تدافعوا عنها كل من موقعه حتى بأضعف الإيمان. قووا الجامعات ديالكم، قووا المدارس ديالكم، قووا التعليم ديالكم، رفعوا من مستوى التعليم والثقافة داخل المجتمع. هذا هو اللي غادي ينفع هذه البلاد هذه. نمشوا يا سيدي في مجموعة من الأمور اللي ماشية فيها الدولة بطريقة استراتيجية وبطريقة مهيكلة ومؤسساتية، ماشي مشكل. نفرحوا في الكرة ماشي مشكل، نشجعوا الفريق ديالنا الوطني ماشي مشكل، ولكن أيضا هذا لا يمنعنا من أن ننسى، ما يخليناش ننساو المواطنين اللي في الجبال واللي في القرى والبوادي محاصرين بالثلوج وبالأمطار، المواطنين الذين لا يجدون قوت يومهم ولا يجدون من يتحدث عنهم، المواطنون الذين يوجدون في العديد من المستشفيات وينتظرون المواعيد لسنة ولا 6 شهور، المواطنين اللي ما عنده لا عمل لا حتى شي حاجة. كل هذا الشيء ما خليناش ننساوه ويخلينا نغيروا من سياساتنا. وإلا بغينا نغيروا من سياساتنا، أول حاجة نغيروا هذه الحكومة مستقبلا ونعرفوا من نختاروا، لأنه علينا أن نختار. إلا بغينا المغرب يتقدم وإلا ما بغينا يتقدم، راه الدولة كدير اللي عليها، المؤسسات الكبيرة كدير عليها، ولكن نحن راه ما كنديروش اللي علينا. كنبقاو غير في القهوة كننتقدوا كنتكلموا، ولكن عندما تأتي اللحظة المناسبة ننسى للأسف كل شيء، وتمر 5 سنوات وكنبقاو نبكوا وكنبقاو ننتقدوا، وترجع حليمة إلى عادتها القديمة. ولكي لا تعود حليمة إلى عادتها القديمة أقول لكم إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أتمنى لكم سنة سعيدة، سنة مليئة بالفرح بالسعادة. وكنقول لهم أي واحد يتكلم نقول له انشر الخير، انشر التفاؤل، وانشر غير خبر زوين. لا تخلعونا، راه مش ناقصين. قالوا المصريين وكذب المنجمون ولو صدقوا. وهنونا الله يرحم باكم. ولا بغيت تتكلموا على شحال تكلموا دبروا راسكم، كون خلوا عنا هذا المغرب. لا تقولوا لنا فيه ما سيقع لا يعلمه الا الله. الامطار الا جات مرحبا بها. كنقولوا نحن بالحسانيه الله يعطينا منها قد النفع.
هذا اللي غادي نقوله. ولا تموا تتكلموا راه ولا يجي ولا يجي هذا ولا يجي هذا. اللي جابوا مولانا مرحبا به، اما اللي جبتوه انتم راه ما تقدروا تجيبوه، لا قد يجيبوا حد. وانتهى الكلام، وتحياتي لكم والسلام عليكم.